روايات البككة وأذرعه في كردستان سوريا المبتدعة لا تنتهي، فكل يوم هناك قصة مبتدعة جديدة أقرب من الخيال. في هذه المرة أحدث القصة المبتدعة خاصة بإغلاق معبر بيشابور سيمالكا، حيث يدعي فيها البككة وأذرعه بأن إغلاق معبر بيشابور سيمالكا خنق الكرد في كردستان سوريا، وبات الأمر لا يطاق بسبب غلاء المواد الغذائية التي كانت تستورد عبر بيشابور إلى كردستان سوريا. ولكن لابد هنا من الوقوف على حقيقة يريد البككة وأذرعه إخفاءها أمام الرأي العام الكردستاني وخاصة الكرد في كردستان سوريا. والحقيقة هي أن القسد والبيادة يتبادلان التجارة مع النظام السوري والفصائل المسلحة عبر 23 معبراً، 13 منها عن طريق التهريب و10 منها بشكل رسمي. وحسب دراسة أجرتها قناة الجزيرة يمكننا القول بأن أكثر من 80% من تجارة القسد والبيادة تجري في المعابر التي تربطها بمناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري والمناطق التي تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة. والمعابر الرسمية أو العلنية التي يتم فيها عملية التجارة بين القسد والبيادة من جهة والنظام السوري والفصائل المسلحة من جهة أخرى هي مطار قامشلو الدولي مع النظام السوري، دوار مرشو مع النظام السوري، معبر عقياط مع النظام السوري، معبر الصالحية مع النظام السوري، معبر شنان مع النظام السوري، معبر الهورة مع النظام السوري، معبر شعيب الذكر مع النظام السوري، معبر التايهة مع النظام السوري، معبر عون الدادات مع الفصائل المسلحة، ومعبر الغزاوية مع الفصائل المسلحة. وأيضا تجارة القسد والبيادة من جهة والنظام السوري والفصائل المسلحة تجري عن طريق معابر غير نظامية عددها 13 معبرا، والتجارة تجري فيها على قدم وساق. والمعابر غير النظامية هي معبر الجذري مع النظام السوري، معبر التيانة مع النظام السوري، معبر درنج مع النظام السوري، معبر الشحيل مع النظام السوري، معبر ذبيان مع النظام السوري، معبر البصيرة مع النظام السوري، معبر جديدة بكارة مع النظام السوري، معبر صبحة مع النظام السوري، معبر المحيميدة مع النظام السوري، معبر أعيوة مع الفصائل المسلحة، معبر أم الجلود مع الفصائل المسلحة، معبر براد مع الفصائل المسلحة، وقرية عالية مع الفصائل المسلحة. وفق هذه الدراسة والتوثيق يصل عدد المعابر التجارية بين المناطق الخاضعة لسيطرة القسد والبيادة من جهة والمناطق التابعة لسيطرة النظام السوري والفصائل المسلحة من جهة أخرى إلى 23 معبراً. وهذه هي الحقيقة التي يحاول البككة وأذرعه في كردستان سوريا حجبها عن الشعب الكردي والرأي العام، وذلك لاستغلال إغلاق معبر بيشابور سيمالكا لتشويه صورة إقليم كردستان أمام الشعب الكردي.